ومذل الكافرين الظالمين المعتدين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الطاهرين وعلى آله أجمعين. يتعرض بيت المقدس إلى حملة صهيونية شرسة وإلى عدوان يهودي غاشم. هم اليهود قتلوا الأنبياء أهل البغي والشقاق. وعدوان على المسجد الأقصى وعدوان على العقيدة وعدوان على الدين، على الإسلام العظيم وميراث الأجداد، مسؤولية الأحفاد، أرض الأنبياء، وحدة الرسالة، أرض فلسطين أرض مباركة. ومما يدل على فضائل بيت المقدس أنها قبلة المسلمين الأولى وثاني مسجد وضع على الأرض. لماذا كانت ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ لماذا لم يكن المعراج من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ لأن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أن المسجد الأقصى لا ينفصل أبدا عن المسجد الحرام، فإن الاعتداء على المسجد الأقصى واعتداء على المسجد الحرام واعتداء على المسجد النبوي واعتداء على كرامة المسلمين واعتداء على شريعة رب العالمين. إلى متى؟ إلى متى هذا الصمت العربي الإسلامي؟ فاليهود يريدون هدم المسجد الأقصى من منطلق عقيدة فاسدة، فلا
تركوا يكمل يا شيخ، تركوا تركوا. والله لا يحب المسلمين. أين علماء الأمة؟ أين سيوفها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟ ألم تسمعوا يا شعوب العالم الإسلامي وقال به في التاريخ يوم أن حاول أحد الروم الاعتداء على عرض امرأة مسلمة وصرخت مستندة ومعترضة إن أمهاتنا وأخواتنا يستصرخن بصوت مقهور وإسلاما وإسلاما. إن فلسطين أمانة في أعناقكم، وواجب المسلمين جميعا أن يهبوا لتخليصها من هذا اللغيط الممسوك الكيان الصهيوني. الله أكبر ولله الحمد. وإذا وقفتم يا شعوب العالم الإسلامي متفرجين كموقفكم هذا، فلسوف يأتي الوقت الذي ستقولون فيه كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طبقوا قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قابلوا هذه الأولاد في أرض البصرة بالخذلان والتجاهل، وإلا فلنخشى من حلول عقوبة الله ونزول بلائه. لقد فرض على الأمة أن تترك القضايا الصغرى والخلافات الجانبية وتهتم بقضية الإسلام الأولى، أولى القبلتين. أيها السادة، إن الأطفال في فلسطين أكدوا لنا بالدليل القاطع صدق كلام الله على جبن يهود وذلة يهود أنهم لا يقاتلوننا إلا في حصون أو من وراء جدر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إنهم جبناء. أوجه تحيتي إلى أطفال الحجارة وأطفال السكاكين، أبارك رمية الحجر من يد متوطئة، وفي القدس قد نطق الحجر. أنادي علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يظهروا كلمة الحق في مساجدهم، وأن يعلنوا لشعوبهم واجب إنقاذ المسجد
آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. آمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل الممات. آمين. اللهم دمر اليهود ومن يساعدهم آمين. ومن يقف معهم. آمين. اللهم حرر أرضنا. آمين. اللهم حرر أسرانا. آمين. اللهم احفظ المجاهدين والمقاومين. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. آمين. اللهم تقبل شهداءنا. آمين. اللهم احفظ الأردن آمين. ومليكه وشعبه آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكم مني عبد العزيز الصيف كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.